بزاف ديال البلانات في هذا العالم ما بقيتيش تقد تلقى ليهم شي تفسير منطقي. هل اللي كيقول لك انا مثلي، هل اللي كيقول لك انا ما محددش الجنس ديالي واش بنت ولا ولد، وتا كنقولوا صافي هذا الشيء غادي يحبس هنا، ولكن هما كيقولوا لك حنا يلاه غادي نبداو. هذا البلان اللي غادي تسمع اليوم غادي يخليك تعرف واحد الجانب بسيط من الانحطاط الاخلاقي اللي وصلت ليه الدول الاوروبيه. مشينا ولات واحد الظاهره منتشره في اوروبا ديال بنادم كيفيق في الصباح كيقول لك انا كان خاصني نكون كلب وما كانش خاصني نتزاد بنادم. كنت ديجا شفت بزاف ديال اليوتيوبر دواو على هذا البلان، ولكن قلت باللي هذا الشيء غير باش يزيدوا في المشاهدات ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن ملي بديت تنقلب لقيت باللي داكشي اللي قالوا غير نقطه وسط البحر، والبلان اعمق من هذا الشيء كامل ولا داير لباس في العالم المتقدم بين قوسين. هاد البنت الزوينه اللي كتشوفوا قدامكم سميتها جينا فيليبس، عندها 21 عام، كانت خدامه كاخصائيه عيون. حتى لواحد الوقت ديسيدات انها تخلي الخدمه ديالها وتحول راسها لكلب. هاد جينا كتقول باللي ملي كانت صغيره كان كيعجبها دير راسها كلب وكانت كتقلدهم في داكشي اللي كيديروا، وبقات غادا كتكبر وتيكبر معاها هاد الاحساس بان في الداخل ديالها كاين واحد الكلب. كانوا ديما الوالدين ديالها كيقولوا لها باللي خاصك تحيدي منك هاد اللعبه راك بديتي كتكبري، ولكن هي على حساب ما قالت ما كانتش كتلعب، ولكن كانت في واحد المرحله ديال اكتشاف الذات وكانت كتقلب على راسها. من بعد مده غتعرف على واحد الولد سميتو لورينزو ودخلوا في علاقه، واول بلان اتفقوا عليه وضحاتوا معاه هو انه كيعجبها دير راسها كلب. هو ما كانش عنده مشكل في هذا الشيء، ولكن من بعد غديفلوبا الامور وغادي يلقى راسو حرفيا عايش مع كلبه ديال بصح كتاكل الماكله ديال الكلاب وكتنعس في بلاصه الكلاب. وملي كيكونوا خارجين بجوج كيدير لها الصمته في العنق، وباش تاكدوا باللي السيده عايشه الظروف ديال بصح ملي كيكونوا في الزنقه وكيبان لها شي كلب كتبقى تلعب معاه وكتنبح وكدير داكشي ديال الحيوانات. هاد البنت كل نهار كيجيو هادي كومونتير ودي ميساج كيقولوا فيهم الناس بلي هادشي مقزز وما خاصكش ديري فحال هكا وهادشي عندك كيخلع. ولكن هي شنو كيكون الجواب ديالها؟ كتقول لهم بلي نتوما ناس مراد وما عندكمش ثقافه الاختلاف وما كتقبلوش الناس كيف ما هما، وداك الكلام اللي كنا حفظناه. دابا الناس كاملين اللي بعقلهم وعايشين حياه طبيعيه مرض، وهي اللي دايره راسها كلب وكتعيش وسط الكلاب هي اللي بعقلها. وملي كتدخل الفيديو اللي فيه هاد الوثائق الزوين بزاف واللي كنصح الناس انهم ما يتفرجوش فيه كتلقاهم كاتبين واحد العنوان مستفز: الحب ما عندوش احكام. يعني انت ما سوقكش فيها وخاصك تقبلني كيف ما بغيت، ولكن ملي كتقلب على السبب الحقيقي ديال هادشي كامل كتلقاه مبني على اساس مادي. فتقريبا المداخيل ديال هاد الساطه من السوشيال ميديا كتوصل ل 700 الف دولار في العام وكتضرب ملايين ديال المشاهدات في تيك توك وانستغرام وسناب شات. من بعد هاد البوز والشهرة كامله كيولي كلشي ساهل والفلوس كتجيب بوحدها. فكاينين بعض المتابعين كيطلبوا منها تصور لهم فيديوهات خاصه واللي كيوصل الثمن ديالها ل 1200 دولار للمقطع الواحد. دونك السبب الحقيقي في هادشي كامل هو الفلوس، والا ما كانتش حلات قناه في يوتيوب وتشهرات في مواقع التواصل الاجتماعي. لا كانت كتحس براسها كلب تخلي هذا الاحساس بينها وبين راسها وتعيش عادي. والاغرب من هادشي كامل اللي قلنا على جينا هي دابا ولاو كيبانوا جروبات وجماعات ديال بزاف ديال الناس، ها اللي كيحسوا براسهم كلاب، ها اللي كيحس براسو حمار، المهم حيوانات وصافي. ولاو كيتجمعوا وكيديروا انشطه ومسابقات بيناتهم وكيدوزوا واحد الوقت مجموعين، من بعد كل واحد كيمشي في حاله وكيرجع لحياته الطبيعيه. يعني بنادم تخلى على الصفه ديالو كانسان وبغى يولي حيوان. وباش نزيدو نتعمقوا في هذا البلان غادي نشوفوا واحد الحوار دابتو صحيفه ذا جارديان البريطانيه مع واحد الكلب بشري اللي كان سميتو توم. من بعد فاش ولا كلب سما راسو سبوت، واللي قال باللي ولا كيحس بواحد المتعه كبيره ملي ولا كلب، وقال باللي الكلاب ما كيهزوش الهم المتاعب الحياه بحال الخدمه او الماكله او الشراب، وما كيعانيوش من المشاكل اليوميه اللي كيعاني منها الانسان. ولكن البلان اللي غادي يسطيك في هذا الفيلم هو انها طوم ولا كلب عند الخطيبه ديالو من بعد ما رفضات انها تزوج به، ولكن في المقابل قبلات تبناه ويولي كلب عندها. وقال لك باللي هذا البلان خلاهم يوليو قراب من بعضياتهم وزاد وطد العلاقات بيناتهم. المشكل هو ان هاد الحوايج اللي كيلبسوا ديال الكلاب غاليين بزاف وكيوصل ثمنهم حتى ل 15000 دولار، يعني ماشي اي واحد يقد يشريهم ولا يلبسهم. بعض الدراسات كتقول باللي هاد الناس كيعانيو من واحد الاضطراب نفسي اللي من الاعراض ديالو احتقان النفس والتعذيب ديالها والشعور بالدونيه، وهذا الشيء اللي كيعبر عليه واحد الساط اللي حتى هو كلب بشري وتيقول باللي كاع الناس كيبغيو الكلاب، فالا وليت كلب كلشي غادي يولي بغيني وغادي ناخذ اللي بغيت بسهوله. ملي هاد الساط كيفكر فحال هكا فاحسن بلان دار في حياته هي ملي ولا كلب وما بقاش محسوب على بنادم. اما بالنسبه ليا فهاد الشيء كامل ما عندوش علاقه بالجانب النفسي بقدر ما عنده علاقه بالجانب المادي.
لقاو باللي كاينه طريقه سهل من الخدمه باش يدخلوا الفلوس. هاد الناس فاشلين في الحياه ديالهم وما قدوش يتحملوا ضغوط الحياه لدرجه انهم تخلاو على الصفه ديالهم كبني ادم. وماشي غير هادشي صافي، ولاو عايشين في رعايه ناس اخرين وهما اللي كيقولوا لهم امتى يفيقوا، امتى ينعسوا، امتى يخرجوا، امتى يذبحوا، امتى ياكلوا. المشكل هو ان هذا الانحطاط بدا كيوصل للدول العربيه بحال السعوديه ومصر، وحتى في المغرب بداو كيطلعوا ليا شي فيديوهات على هذا الشيء. المهم ما كرهناش يدار شي قانون ضد هاد الناس ولا شي بلان باش ما نبقاوش نشوفوا في حال هذا الشيء، حيت اذا طبعنا مع هذا المنكر ولينا كنشوفوا في الزنقه بنادم وكلب في نفس الوقت وكتجينا عاديه، صافي راه ما بقى ما يتقال وغير نتسناو النهايه. كان هذا الفيديو ديال اليوم. هذا الموضوع ولا كيقيسنا كمجتمع عربي واسلامي، داكشي علاش دويت عليه. خليو لي لايك واشتراك وعطوني الاراء ديالكم والاقتراحات في لي كومونتير. كان معكم سكانومان، نتلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم.